هل كنت تعرفي إن الرفض مش نهاية؟ بالعكس، ده الرفض اللي انت بتشوفيه من الناس اللي حواليكي أو حتى من شعورك الداخلي وارد جدا إن هو يكون بداية كبيرة وبداية جديدة ليكي تساعدك لحياة أفضل بكتير مما انت متخيلة. الرفض دايما بيجي مع مشاعر الألم، لكن في الغالب شعور الرفض ده بيكون هو الفرصة الحقيقية اللي بيخليني إن أنا أبدأ من جديد، لأن مش كل رفض معناه إن أنا فشلت، مش كل حاجة هترفض فيها ده معناه إن أنا فشلت في حياتي. الرفض الحقيقي والفشل الحقيقي هو إن انت ترفضي نفسك، هو ان انت تخشي في حاجات وفرص اقل بكتير مما انت تستحقي. الرفض بيخلق مساحة لفرص جديدة لو انت فعلا قادرة وعايزة انك تبصي على ده، بدل ما تحسي وتحسسي نفسك بالرفض الداخلي. خدي شعور الرفض الخارجي ان هو تحدي جديد وان هو فرصة كبيرة ليكي عشان يساعدك فعلا للتغيير بشكل افضل. فلو انت عايزة تكتشفي قوتك الداخلية، لو انت عايزة تحسي ان انت فعلا قادرة تصنعي من الرفض الخارجي دوت حاجات كده قوية جدا تحسسك فيها بالثقة بالنفس الشديدة جدا، لو انت عايزة تحسي ان انت عايزة تبدأي من جديد، اشتركي دلوقتي في كورس الثقة بالنفس وتوكيد الذات والاستحقاق. هتلاقي كل التفاصيل بتاعته موجودة في البايو او موجودة في الديسكريبشن اللي موجود تحت.